سمعت عن اللي حصل مع اخواننا بتوع مطاعم الفول والطعمية؟ ما سمعتش؟ يلا بينا. اخواننا اصحاب مطاعم الفول والطعمية، هل يصح يا جماعة ان كل واحد يروح يغلب مزاجه ويعلي على المواطن المصري الفقير اللي وجبته الاساسية الفول والطعمية؟ يعني هل يصح ان قرص الطعمية اللي كان بشيرين وببريزة يبقى بتلاتة ونص وباربعة في المناطق الشعبية؟ امال المناطق الهاي شوية القرص عامل فيها كام؟ طب المناطق الهاي واصحابها يقدروا يدفعوا ويجيبوا، انما المواطن الفقير اللي وجبته هي الفول والطعمية، في ناس بتتغدى فول وطعمية وفي ناس بتتعشى فول وطعمية. استقيموا ويرحمكم الله. مش كل ما يجي نتكلم حد يقول لك اسأل معرفش الرئيس واسأل المسكين الحكومة عشان هم اللي بيغلوا البنزين. انت مالك ومال البنزين يا عم؟ البنزين بيغلى، الصفيحة بتغلى 20 جنيه، انت بتغلي اضعافها 500 و600 جنيه. انت بتروح تجيب الفول والطعميه، ما تقوليش بقى ان الحاجات دي انت بتجيبها باسعار فلكيه، لانك انت بتطلع من اسعار كيس الفول اللي بتبيعه وقرص الطعميه اللي حضرتك بتبيعه، ولو حطيت عليه بيضه كده بتبيعه بشيء وشويات. ما تكلمناش على اننا اجانب، احنا من البلد معاك، احنا من الطبقه المطحونه اللي حضرتك عمال تطحن فيها وتنزل فيها اكتر واكتر. حضراتكم خفوا على المواطن المصري، استقيموا يرحمكم الله. المواطن المصري هيلاقيها منين ولا هيلاقيها منين؟ خفوا شويه يا جماعه. مش معقوله قرص طعميه ثمنه كان ببريزه وبشيلن تبيعوه لي ب 4 جنيه وب 5 جنيه وفي مناطق شعبيه. كده ما ينفعش. اتعدلوا عشان ربنا يعدل لكم الحال شويه.